الصحفي الرئيس دكتور محمد مرسي بيتواجد في هذا المؤتمر السبع جنود اللي تم إطلاق سراحهم بالفعل. زي ما احنا شايفين موجود برضو وزير الدفاع ورئيس الوزراء الدكتور هشام أنديل. احنا في انتظار تصريحات رئيس الجمهورية الدكتور مرسي في المؤتمر الصحفي. حسن الصورة قفلت كده، الصورة كانت زي الفل، قفلت كده. بسم الله الرحمن الرحيم. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. الحمد لله الذي وفقنا لما نحن فيه الآن. أهنئ أبنائي الذين وقع عليهم هذا اللون من العدوان خلال الأيام الماضية، أهنئهم وأهنئ كل أهلهم وذويهم وشعب مصر كله بخروجهم دون أن يصاب أحد منهم بأي أذى، الحمد لله. ثم أتوجه بالتهنئة والتقدير لكل هذه القيادات، قيادات مصر، القوات المسلحة وكل قياداتها وأبنائها، ووزارة الداخلية كل أبنائها وكل قياداتها، المخابرات العامة وما بذلته الحكومة وما نبذله جميعا. الفريق أول عبد الفتاح السيسي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق صدقي صبحي رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وباقي القيادات في القوات المسلحة وأبنائهم جميعا، واللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية وكل قيادات والذين شاركوا في هذه العملية مع إخوانهم من القوات المسلحة. وأنا أريد أن أخص بالذكر اللواء أشرف عبد الله قائد قوات الأمن المركزي الذي ما زال موجودا في الميدان مع باقي إخوانه من أبناء الداخلية والقوات المسلحة، واللواء رأفت شحاتة وهو مدير المخابرات العامة. وأريد أن أحيي بكل تأكيد اللواء محمود حجازي مدير المخابرات العسكرية وكل من معه من رجال المخابرات العسكرية، وكذلك اللواء أحمد حلمي مباحث العامة الأمن العام، اللواء خالد ثروت الأمن الوطني، كل هؤلاء، اللواء أحمد وصفي قائد الجيش الثاني الميداني الذي كان وما زال يقف على أرض الميدان وهو معنا الآن، وصاحب القيادة الحكيمة مع رجال القوات المسلحة والشرطة في هذه العملية الكبيرة الممتدة. مصر جميعا من ساهموا من هذا الوطن هم كل أبناء مصر الذين التفوا حول قيادتهم، حول قواتهم المسلحة، حول وزارة الداخلية، حول كل أجهزة الأمن. نحن جميعا هذا نموذج ومثال كيف يكون التكامل وكيف يكون التعاون وكيف يكون التخطيط وكيف يكون التنفيذ وكيف يكون الوطن هو الأول والأخير والمواطنين هم الهدف أينما وجدوا. أبنائنا هؤلاء ولا قطرة دماء واحدة
ولا يساء لأي منهم. أهلنا في سيناء، أصحاب الأرض المقيمين فيها، أهلنا الذين نحافظ عليهم، على أطفالهم، على نسائهم، على رجالهم، على بيوتهم، على أرضهم، على حقوقهم. تعاونوا معنا في هذا، تعاونوا مع رجال القوات المسلحة ورجال الداخلية ورجال المخابرات، تعاون الجميع ورجال سيناء في القلب من هذا كله لكي تتم هذه العملية ويخرج أبنائنا بهذا الشكل، هذا الشكل الذي يحافظ على كرامة الوطن وعلى أمن وكرامة المواطنين. لا نتعجل ولا نتراجع. الدولة سلطانها وهيمنتها المتمثلة في مواطنيها المنتشرين في كل مكان في مصر وفي سيناء، والمتمثلة في رجالها من أبناء القوات المسلحة والداخلية وباقي الأجهزة. هذا مثال لكيف يكون التعاون، وكيف يكون التكامل، وكيف يكون التخطيط، وكيف تكون العمليات في التنفيذ. هذا المثال نحن نتحرك به دائما. هذه مصر، وبالتالي لا تضيع الحقوق. نحن نتحرك لأن الدولة المصرية القوية الفاعلة، النموذج الآن سرعة الانتشار للقوات المسلحة بشكل يضمن سلامة الوطن إذا ما وقع عليه أي نوع من أنواع العدوان. سرعة الانتشار واتخاذ الأماكن وتطوير المكان واستخدام التضاريس والجغرافيا والقوة والتدريب، وكذلك رجال الداخلية وانتشارهم مع إخوانهم من القوات المسلحة ووجودهم في الميدان معهم، وكذلك كل أجهزة الأمن الأخرى الموجودة معنا الآن، والرجال والجنود المجهولين المعروفين بالتفاصيل لنا ولربما لا يتسع المقام للحديث عنهم جميعا. أقول هذه المناسبة، وإن كنا تألمنا كثيرا لأن ولدنا نالهم ما نالهم، إلا أننا نؤكد على نقاط مهمة في هذه المناسبة. مصر جسد واحد، مصر قيادة واحدة، مصر قوة متكاملة على أرض مصر بكل أرجائها، شرقا غربا شمالا جنوبا. بفضل الله ننتج، بفضل الله نتقدم، إرادتنا بأيدينا، قواتنا المسلحة تفرض على أرض الوطن بكل قوة واقتدار كيف تحمى حدود هذا الوطن وأمن هذا الوطن. ورجال الداخلية والشرطة يتحركون، وأنتم تسمعون عن الكثير من الإنجازات في هذا المجال من الداخلية في داخل الوطن في دورهم الأصيل والأساسي، وأمن الوطن واستقراره في الداخل، وإذا ما لزم الأمر هكذا في أطرافه لحماية مواطنيه، وكل يؤدي دوره بتكامل مع الآخر. هذه الملحمة والمنظومة تؤكد وحدة الوطن ووحدة القيادة ووحدة الأدوات ووحدة الهدف وتعدد الوسائل داخل إطار الخطة. وضعت خطة لهذا، وما زلنا نضع خططا كثيرة في مجالات أخرى. والنقطة التالية، نحن مستمرون في تحقيق الأمن والاستقرار على أرض سيناء. في سيناء هذه ليست عملية قصيرة الأجل وتنتهي، أولها كما حددنا أبناؤنا بغير نقطة دم واحدة. أنا أريد في هذا المجال أيضا أن أتوجه بالتقدير والشكر إلى رجال القبائل أبناء الأرض في سيناء الذين ساهموا مساهمة فعالة في تحقيق هذا الهدف المرحلي المهم، دون أن يكون هناك إصابات ودون أن تكون هناك دماء. نحن نتحمل وقواتنا تتحمل
مثل هذه الأمور لحفظ الأمن. النقطة التالية هي هذه منطلق هذه المرحلة وهذا الحدث منطلق لنا جميعا. سيناء وحلول مشاكل أبناء سيناء حقهم علينا، وتنمية سيناء التنمية الحقيقية، وحقوقهم الكاملة، حقوقهم السياسية، حقوقهم الاقتصادية الاجتماعية، حقوقهم التعليمية الصحية، حقوقهم كاملة كباقي أبناء مصر في كل مكان. فنحن الآن لا بد وأن نحقق التنمية الحقيقية لسيناء، لا بد وأن نتواصل كما بدأنا قبل ذلك، لكن نستمر وبكل قوة في حماية أمن أهل سيناء، في تحقيق استقرار أهل سيناء، في الدفاع عن الوطن وعن أهل سيناء وعن سيناء. أرضنا هذه جزء منا، من لحمنا ودمنا، أبناؤنا وإخواننا، رجال ونساء، كل من يقيم على أرضنا وهو ينتمي إلى هذه الأرض فيها أو قوتنا أغلى عندنا من أي شيء. نتريث، نخطط، لا نبتز، لا يضغط علينا أحد، لا نتخذ إجراءات استثنائية أو متهورة، ولكننا لا نتراجع ولا نترك، ونقيم حقيقة دولة مستقرة وسيناء في القلب من ذلك. الجميع هنا ومن وراءهم قيادة في كل المجالات المدنية، الوزارات، المحليات والمحافظات، القوات المسلحة ودورها العظيم، الشرطة والداخلية، الأمن والمخابرات، هذه لحمة كتب لها أن تتكامل وتتحد، والله يرعاها. ولذلك ننظر أمامنا وننطلق، والله يوفق الجميع إن شاء الله. أشكركم وأتمنى لكم جميعا التوفيق ولأبنائنا اللي هم في قلبنا، وأشكر كل من ساهم في أن يتحرر هؤلاء الأبناء اليوم. شكرا جزيلا، شكرا جزيلا. إن شاء الله هيبقى عندكم يعني بعد كده مؤتمر. شكرا جزيلا.